السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة ام عمر في المطبخ. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم فطار سهل وسريع كده. تابع معايا الفيديو الاخر وما تنسيش تحط اللايك. يلا نسمي بالله. هنا جبت طاسة على النار فيها معلقتين زيت ونص مكعب زبدة، وحطيت فيه بصلاية صغيرة كده قطعتها مكعبات، نشوحها بس تاخد لون ذهبي معانا. هنا حطيت معاها رشة ملح عشان تدبل معايا بسرعة. حط المادة الدهنية اللي تحبيها، سمنة، زبدة، زيت، اللي يعجبك. وهنا فصين من الثوم، ما تكتريش توم، فصين بس كده اهرسيهم وحطيهم على البصل، بتديها ريحة حلوة قوي. اول ما تشمي ريحة الثوم ننزل بقى معايا حبتين من الطماطم، ومعايا حبتين من الفلفل الرومي، وعليهم نص قرن من الشطة، ده اختياري. ننزل بيهم كده ونقلبهم. فطار سريع كده وحلو وخفيف ويمشي غدا برضو وينفع عشاء، فزي ما يعجبك في اي وقت اعمليه. سهل جدا وبسيط ومفيش اسهل من كده، ومغذي وحاجة في منتهى الجمال. معايا هنا التوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبرة، مش اكتر من كده. نديهم تقليبة كده بس اول ما الطماطم دبلت معايا هنا بقى بطاطس مكعبات حمرتها اهي بالشكل ده. حط الكميه اللي انت عايزاها، عايزه تزودي عن كده ماشي. دول حبيتين بطاطس كده متوسطين، قشرتهم وقطعتهم مكعبات وحمرتهم في الزيت بالشكل ده. ننزل عليهم كده بقى في الطماطم والبصل، ونعمل نوسع مكان هنا للبيض. البيض ده حسب الكميه اللي انت عايزاها، عايزه تحطي بيضتين 3 4 على حسب الافراد اللي هياكلوا. هنا معايا دي اول بيضه، ودي تاني واحده اهي. انا كنت هحط 3 بس لقيتهم قليلين فزودت واحده تاني. وياريت بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لغايه هنا ما تنسليش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلوا كل جديد باذن الله. نديها بقى رشه ملح، نقلب بس خفيف كده البيض عشان يتوزع كويس في الطاسه. نديها بقى رشه ملح على فلفل اسود كده عشان نطعمي البيض بس من فوق. نغطيها بس حوالي دقيقتين كده، مش هتاخد معاكي وقت خالص. وهنا بعد ما استوت معايا نديها بس رشة كزبرة، بقدونس، اللي يعجبك. وجنبها بقى عيش طري وشوية جرجير، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. ويا رب الطبق ده يعجبكم بإذن الله وتجربوه وينال إعجابكم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.